ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. في واحد من المتابعين اللزاز طلب مني ان انا اعمل له تجميع ب 10000 جنيه، وانا قررت ان انا اعمل التجميعه دي، لكن يعني في الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها دي لازم التجميع ام 10000 جنيه اللي هي توازي 200 دولار او اقل، يعني لازم تتعمل مستعمله للاسف. يعني انت لو جبت تجميعه جديده على ما اظن هتجيبها من غير كارت شاشه، هتجيبها كارت مدمج، وممكن تلاقي الكارت المدمج اصلا مستعمل. يلا بقى من غير رغي كتير نبدا في التجميعه بتاعتنا مع اول قطعه معانا، وهو المعالج هيجي من شركه رايزن 5 3600، بيجي ب 6 انويه و12 ثريد. التردد بتاعه بيبدا من 3.6 وبيوصل ل 4.2 مع البوست. الكاش بتاعه 32 ميجا بايت. لما شفت اداء المعالج ده، مع انه قديم نسبيا بقاله يجي 5 او 6 اجيال من رايزن، لكنه فاجئني الصراحه يا جماعه. يعني انا جيت شفت ليه تيست مع الالعاب، يعني الصراحه شفته على كروك كتير قوي، لقيته مش بيعمل بوتل نيك معاهم ولا حتى بيعمل ديلي او اي حاجه، يعني حرفيا سادد في مكانه. كان ساعه ما نزل على ما اظن كان من اشهر المعالجات، لان هو كان حاطط على الاي 5 ساعتها على ما اظن، ويستل حتى اليوم بامانه. يعني مش شايف ان المعالج ده وحش خالص، لا لا، جيبوه يا جماعه. ويعني لو انت مثلا مزنوق وكده هات المعالج ده، حرفيا حلو مش وحش خالص. المعالج ده في السوق المصري هتلاقيه من سعر 2000 ل 3000 جنيه او 3000 ونص. انا مش هحط يعني التحديد السعر لان انا مش هعرف احدد المستعمل الصراحه، لكن انا بقول لكم سعر تقريبي. لو ازيد من كده لا، ما تشتريش ازيد من 3000 ونص. المعالج ده حرام. تاني قطعه معانا وهي المذر بورد، وهي بتيجي من شركه ام اس اي بي 450 اي برو ماكس. الصراحه انا مش محتاج اتكلم كتير عن المذر بورد، زي ما انتم شايفين قدامكم فيها منفذين رام وبتدعم سرعات عاليه. يعني انت مش هتحتاج المذر بورد في اكتر من كده الصراحه، لكن ار جي بي والكلام ده كله لا، ما تشوفش الفيديو ده الصراحه. رحت تجميع 30000 جنيه بتاعت الغلابه اللي انا عاملها. انا حيوان. انا حيوان. المذر بورد دي هتلاقيها من سعر 2000 جنيه ل 2000 ونص، يعني ماكسيموم هتلاقيها ب 2000 ونص. ونخش بقى في تالت قطعه معانا وهي الرام. الرام هتبقى معانا من شركه كورسير فينجن، جايب 8 جيجا بايت بس بسبب الميزانيه المحدوده جدا اللي انا جايبها. الرام دي الصراحه 3200 ميجا هرتز، يعني مش هتحتاج اكتر من كده. ومستقبلا لو انت بقى معاك 800 جنيه زياده ولا حاجه، هات رام كمان وكده انت خلاص امورك تمام. للي هيسال بس، ال 8 جيجا بايت يا جو كفايه في 2025؟ هقول لك للاسف لا. انت لو عايز تلعب العاب حديثه قوي لازم تزود الرام 8 جيجا كمان. فيعني انت لو معاك ال 800 جنيه زياده يا ريت تجيب 16 جيجا رام بدل 8، هتبقى مفيده جدا. يعني نصيحه ليك، لو انت هتجيب ال 16 في الاول هات 16 كت واحده، فاهمني؟ وبعد كده بقى بجيب 16 تانية علشان تستفاد بتقنيه الدول شانل. ولو انت هتجيب 16 جيجا بس هات 8 في 8 وراح دماغك. خش بقى في القطعه اللي حيرتني قوي، وهي يعتبر اغلى في التجميعه بتاعتنا، هو كارت الشاشه. ايوه التجميعه دي فيها كارت شاشه. فكرت كتير قوي يا جماعه، ما تلاقيتش غير جي تي اكس 1060. اسالني بقى يقول لي ايه ده، انت ليه مش جايب ال 1650؟ اقول لك الجي تي اكس 1060 بيجي ب 3 جيجا بايت في رام تمام وب 3000 جنيه، لكن الجي تي اكس 1650 بيجي ب 4 جيجا في رام. ده يعني انا مش بتكلم هنا ان الفي رام هي اللي بتفرق في الاداء، لا، لكن يعني 4000 ونص ولا 3000 جنيه، في 1000 ونص فرق، فاهمني؟ هتفرق معانا قوي في التجميعه دي. الجي تي اكس 1060 ستيل حتى اليوم، مع انه توقف تصديره وكده، ستيل وحش الصراحه. يعني بيشغل لك كل الالعاب وكده كده. تيست البنش مارك بتاعنا هتشوف فيه الالعاب شغاله ازاي على جي تي اكس 1060. ده غير ان هو بيدعم انفيديا جي فورس وبيدعم حاجات كتير قوي. فاعذروني ان انا جايب كارت زي ده، لكن هو كارت حتى اليوم الصراحه جميل جدا. وانا مش هجيب الار اكس خالص، يعني الار اكس كان قدامي بكتره كتير قوي، لكن عشان نضمن ان الدنيا تمام فجبنا جي تي اكس 1060، يعني عشان اللي بيسالوا كده. المهم يعني يا جماعه نخش في خامس حاجه على ما اظن. هنجيب اس اس دي 240 جيجا بايت من كينجستون، هتلاقيه في حدود 500 جنيه او 400 جنيه مستعمل. انا بكلمك يعني القطعه دي كلها مستعمله، فاهمني؟ يعني ما تخشش تشوف سعرها الاصلي، لان سعرها الاصلي غريب، غريب قوي، فاهمني؟ وهنخش في اخر حاجه معانا وهو الباور سبلاي. الباور سبلاي هنجيبه من كولر ماستر سيماتيك 500 واط، هتلاقيه في حدود 800 جنيه او 700 جنيه على حسب التاجر اللي انت هتجيب منه. والكيس هنجيب اي كيس ب 800 جنيه عندك، فاهمني؟ هتلاقيها. ما تجيبش كيس جديد. كيس جديد حرفيا حاليا معدي ال 1000 ونص وال 2000 جنيه، مش فاهم ليه. ده كيس يعني حته حديده، فاهمني؟ بيتحط فيها البوكس بتاعك. لو انت عندك كيس قديم في البيت يا ريت تجيبه، والله العظيم ثلاثه هيبقى احسن بكتير من الهطل اللي احنا بقينا نشوفه. يعني انا بشوف كيسات دلوقتي من غير باور سبلاي من غير اي حاجه ب 3000 جنيه، بستغرب ليه. التهويه حلوه وكل حاجه، بس الكلام ده يعني بقى اوفر. يعني انا كنت زمان بجيب الكيس ب 1000 ونص اصلا مع باور سبلاي والدنيا رايقه، لكن حاليا علشان اجيب كيس وباور سبلاي لازمني يجي 4000 جنيه 3000 ونص، ويعني ايه بدور بالعافيه، فاهمني؟ بتلاقي الحاجات دي بالعافيه. فيعني ربنا يسهل يعني. والتجميعه دي ممكن تكون خرمت ال 10000 جنيه، لكن ستيل ب 10000 جنيه عدوها لي. يعني حاليا هسيبكم مع
البنش مارك بتاعنا او 7 أو 8 العاب مش فاكر، هحط لكم على قد ما اقدر من الالعاب. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا بيس.